مساء الخير يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض حاجه كلنا مجتمعين على حبها، وهي البطيخ. مين مننا ما بيحبش البطيخ؟ كمان لو انتوا شربتوه عصير يبقى طعمه جميل جدا. انت تعرف ايه الفرق اللي بين السموزي وبين العصير؟ تعالي معايا وانا هقولك الفرق. احنا جبنا بطيخه كده، جزء من البطيخه وقطعناه ونضفنا منه اللب، وحطينا جزء منه في التبريد في الفريزر، وخدنا الجزء اللي هنعمله عصير عادي بالتبريد اللي هو التلاجة العادي. طبعا انتي هتحطي السكر حسب التحلية بتاعته، لان في ناس بتحب تاخد الفاكهة من غير اي سكر. على فكرة حطينا كام مكعبة تلج وحطينا ربع كوباية مية وضربناهم مع بعض. يعني مش كل الناس بتحب تحلي قوي العصير على فكرة، لكن السموزي بقى الفرق اللي بينه وبين العصير انه بيحب السكر زيادة. بص، في حد من ولادي قال لي يا ماما يا ريتك تحطي لي لون، بس هو منه كريم شوية، اللون بتاعه طلع زيادة. لكن التانيين الطرف التاني قال لي لا انا عايزه بلون الطبيعي. حطينا قطع السموزي، طلعناها من الفريزر مجمده، ما بيتحطش معاها ميه، ما بيتحطش معاها تلج. لكن لو الخلاط بتاعك شويه ممكن يعني يحصل له مشكله، اضربيه في الكبه تمام، او حطي معاه ربع كوبايه ميه. ده العصير وده السموزي. اتمنى ان انتوا تجربوه، ان شاء الله هيعجبكم وهينال رضاكم، وحاجة حلوة تطري على القلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.